بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم. دلوقتي والله العظيم هي بعتت جابت المكرونه والفراخ ولما عملت صنف تحفه امبارح بالليل. مكرونه كده بالجبنه زي بتاعت المحلات وفراخ، يعني انا اللي ما باكلش كلت تحفه. فانا لما شفت الحاجه جاهزه فهي دخلت بتصلي العصر قلت يا تخش واشتغل فيها، والله العظيم نفسي اعمل الصنف ده. انا بقى بسجله سواء بقى ان شاء الله يتحط عند الناس اللي بتشرب بيهم مطبخ حنونه، يتحط عندي وصفات سهله، يتحط على كواي اي حته في السوشيال ميديا كل الناس بتشرب بيها. هقول لكم على مقاديرنا وربنا سترنا ان انا مقشله فلوسي مش مخلاني معايا فلوس عشان انزل اجيب. هي بتجيب كل حاجه، تجيب بط وفراخ وتعمل، وسايباني انا في شويه الدقيق والحلويات. مقاديرنا ايه؟ بيكون عندك محمد تعالى ظبط لي الكاميرا لو سمحت. جهزت لك الحاجه حبيبي انا اللي مجهزه الحاجات دي يا روحي. ظبطت لك الترابيزه والكاميرا والحاجه ولمعتها لك. يلا هتعملي ايه؟ ما تحرمش منك يا عمري. العشوه اللي عشيتها لكم امبارح قلت طلعت حلوه كده اصورها للجمهور. هتشتغلي انت دلوقتي؟ عايز تشتغلها براحتك. لا 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 لا, لا. الحاجه اللي انت جايباها لنفسك لا. يعني عادي انا وانت واحد والله. لا لا انا وانت طب ايه ده الموبايل بيسجل. ما لا يعني تلاقي ايدي جت عليه غلط. انا ما ايدك جت على غلط. هو انت بصراحه ايه بالامانه؟ طب استنى بس، هو انت كنت ناوي تشتغلها؟ لا 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 ده انا واقف كده بظبط وبعدين هو انت بتخاف مني؟ ده انت بتخوف العفريت لو طلع لك يا بعيد. بلاش يا بعيد. انت بتمثل والله. لا والله والله بتمثل. انت كنت ناوي تشتغلها؟ قول الصراحه. اقول لك الصراحه ما تزعليش او النبي احسن الجمهور بيقول لي انت شديده على الراجل قوي كده ليه؟ والله ما يعرفوا اللي انت عامله فيا. عشان هرقت بس والله من الخوف. يا لهوي. الصراحه استنى يا محمود، استنى وريني كده. محمود تقريبا محمود حفقي شكلك ضربات قلبك بقت يا لهوي. خايف يا جدع بطل تمثيل. طب اقول لك الصراحه وما تزعليش. قول لي. والله العظيم والله العظيم كنت انا بجهز الحاجه وبقول لهم انا كنت ناوي اعمل حاجه زي كده وتنزل على. طب ما انا قعدت اتحايل عليك واقول لك اشتغلها انت. انا عادي زهقانه النهارده مش عايزه اشتغل. لا خليكي مع المشاهدين يا عم انا وانت واحد. دي الصراحه والله العظيم. بس يلا اتفضلي. السلام عليكم. هي بقى تعمل لكم الوصفه اشطر مني. انا عايزه افهم انت بتعرف تمثل كده ازاي؟ نفسي مش بمثل ولا حاجه. اتفضلي. انا زي ما قلت لكم كنت بجهز لها الحاجه والحاجه جاهزه اهيت والمقادير اهيت يا جماعه. وربنا معاك. في اي مساعد؟ اغسل مواعين؟ اكنس المطبخ؟ هفك التسجيل الاول اشوف انت قلت ايه عشان اشتغل. مفيش حاجه. بيتعمل ديليت ازاي في تليفوني؟ لا ما ده عنده باسورد ربنا ما معاك تعرفش بقى تعمله ديليت. طيب مشاهديني حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا طبعا مش عارفه هو قال ايه قبل مني لان انا لقيت التليفون مسجل حوالي دقيقه. اذا لقيتهم حلوين حاسبهم، اذا لقيته بيتكلم عليا بطريقه مش حلوه همسحهم، وانا ورزقي وحظي بقى. الحقيقه والله بمنتهى الصدق احنا كنا معزومين قبل رمضان تقريبا في مطعم في اسمه مطعم نوح في التجمع الخامس، والعيال طلبوا كل واحد اكل. انا بطلب مشويات عشان تبقى اكتر حاجه فعبير بنتي طلبت طاجن مكرونه، بتحبه جدا مكرونه بالوايت صوص. انا بعمل مكرونه بالوايت صوص كتير. ساعتها ماما شوفي الطاجن ده وحاولي تعملي لنا زيه. الطاجن بيتباع غالي وانا مش شايفه الطاجن فيه حاجه، فقعدت ادوق. انا عملت نفسي طبعا ان انا بدوق عشان استكشف لهم الموضوع، بس انا كنت بدوق عشان كان الطعم عاجبني جدا وبرضه استكشف الموضوع. المهم ونسينا القصه ودخل علينا شهر رمضان. مفيش تجارب في رمضان، بنعمل الاكلات اللي احنا متاكدين انها اكسترا 100%. امبارح بالليل عبير قالت لي ماما انا عايزه اتعشى، فقلت لها استني ادور لك على الحاجات اللي موجوده في البيت. لقيت لها كانت حلوه. لا من الحقيقه مش كانت حلوه، كانت خرافه. فقلت اصورها لكم النهارده ان شاء الله بالمره نتغدى بيها كلنا، لان انا كنت عامله كميه قليله امبارح فقلت اعمل الكميه بتاعتي. يعني بتضربي على رغينا كتير. يلا نشتغل ونشوف المقادير. كل اللي انا محتاجاه نص كيلو مكرونه من اي نوع بتحبيه. بتيجي بدي، بتيجي ودعه، بتيجي فيونكه، بتيجي مكرونه بنه اللي هي الريشه بتاعت المكرونه البشاميل. مكرونه وخلاص. خلاص. ونص كيلو لبن، وده اختياري لو انت عايزه مش عايزه خلاص. بس يلا نجمع الشغل ونشوف هنشتغل ازاي. احلى حاجه ان ده اختياري مش اجباري. حطيت النص كيلو لبن على النار وعليه كوبايتين ميه. هيبقى النص لبن والنص ميه، وهسيبه لما يبقى سخن مش لما هيغلي.
خلاص. جيت على جنب تاني عشان نسوي الفراخ، حطيت طاسة فيها معلقة زيت ومعلقة زبدة عشان ما يتحرقوش، وهنزل اهم. اول ما دابوا كده وسخنت الطاسة نزلت بقطع الفراخ الصغيرة، النص نص يعني، ده مش عارفة حوالي 100 جرام فراخ، كفة 2 طاجن. يعني ال 200 جرام هيكفولك لو اشتريتي وفا ربع كيلو هيكفولك الاربع طواجن. شوحتها كويس قوي، عليها ملح وفلفل اسمر، سنة حبهان، سنة بهارات، سنة زعتر. الحاجات دي كلها اختياري، ممكن اضيف مشروم، ممكن اضيف فلفل زي ما انت عايزة. كل الحشوة دي اختياري، من غير حشوة خالص كانت طعمة، وابني حبيبها قوي من غير حشوة. طيب اهو مشوحتهم وركنتهم عشان يبرد. جيت للبن لقيته سخن سخن مغليش، نزلت بالمكرونة بتاعتي فيه ومفيش ملح ولا فيه اي حاجة خالص، اللبن على مية بس فقط لا غير. وحاطين المية عشان نخفض التكلفة شوية ونشتغل بنص كيلو لبن، لان احنا هنحتاج كوباية لبن في حاجة تانية. معلقة زبدة كبيرة على معلقة زيت برضو على معلقتين كبار دقيق في طاسة في كسرونة صغيرة كده، وهنقلبهم كويس قوي اهو لحد ما الزبدة تسيح وتلف الدقيق كويس قوي. انا امبارح ما عملتهاش كده، بس حسيت بطعم الدقيق سنة فقلت اسويه. سويت الدقيق كده ونزلت بيه كوباية لبن كبير اهي. ضروري خطوة تسوية الدقيق دي عشان يبقى طعمه حلو قوي في المكرونة. بقول لكم عن خبرة وتجربة ان انا عملتها قبل كده بطريقة مختلفة، بس الطريقة دي احلى واصح كتير جدا. نزلت بكوباية اللبن وبقلب كويس جدا. في المرحلة دي اقدر احط الملح وما اخافش عشان مش هيقطع مني لبن. انا ما حطيتش ملح في المكرونة لسه، خلي بالكم. حطيت معلقة ملح اهي، وهقلب كويس قوي، وهبدأ اضيف معايا الاضافات. بس وانا شغالة في دي نفسي ابص على المكرونة كده، اشوف شاطت، لزقت، فارت، عملت ايه. لا، ده النار هادية، المكرونة بتغلي، بتحاول تستوي، يا عيني غلبانة اهي في الحر ده، ومش لازقة على الرغم من ان الحلة استانلس. شريحتين جبنة شيدر بيفرقوا في الطعم قوي قوي قوي. انا جايبة تمن جبنة شيدر للوصفة دي، واصلا انا عندي جبنة موتزاريلا في التلاجة، يعني ما غرمتهاش، بس غرمت الجبنة الشيدر وغرمت المكرونة واللبن. كوباية يعني حتة كده بتاع 100 جرام جبنة موتزاريلا. لو انتي اشتريتي كيس من اللي هو التمن كيلو ده ولا الربع كيلو اللي بيتباع في السوبر ماركت هيكفيكي الوصفة كلها. حطي نصه في الصوص ده بتاع الجبنة، والنص التاني هنشتغل بيه في الاخر. ادي المكرونة استوت ونزلت بصوص الجبنة عالية. حنونة دي مليانة لبن ما تقلقيش، هتشرب كل ده وقد كده كمان. وانا بفضي صوص الجبنة ما فضيتوش كله عشان عايزة اخر معلقتين كده معايا شايلاهم لوش الطواجن. ادي الطواجن بتاعتنا بعد ما قلبنا المكرونة كلها. المكرونة كلها لبن زي ما انت شايفة صوصها كده، ونزلت في الطواجن بيها. انا هعمل طاجنين، 2 بالفراخ وطاجنين سادة لان ابني بيحبها سادة، فانا هاكلها سادة زيه. الطاجنين اللي ورا دول حطيت معلقتين مكرونة وحطيت الفراخ، ورجعت حطيت بقية المكرونة على الوش. بقيت والله نفس بقيت باكت الجبنة اللي هو 8 كيلو جايباه ب20 جنيه تقريبا. قطعت منه وحطيت على وش المكرونة. بتفرق يا جماعة الحركة دي قوي 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 قوي. طبعا انا كان باقي معايا شوية صوص، غطيت بيهم المكرونة كده، وبدأت احط الجبن، جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر. خلاص انا خلصت، مفيش تكلفة تاني والله، خلاص ما عادش يقول لي ايه. اهو معاكي الدنيا زي الفل، 100 فل و14. يلا يا باشا على الفرن. خلي بالك في الفرن مش هتاخد وقت كتير لان كل حاجة مستوية ومتجمعة مع بعضها. انا بس هدي وش حلو للمكرونة. يعني ينفع اشغل بس الشواية؟ حنون بلاش الشواية عشان بتنشف الحاجة. استني كده ما هي كلها لبن، استني عليها في الفرن حوالي 10 دقايق ربع ساعة، هتطلع لك بالجمال والمطة دي، حلاوة جمال. الجبنة الموتزاريلا يا جماعة لو هي باردة قوي ما بتمطش، وهي سخنة قوي ما بتمطش. وفي النهاية هي دي الوصفة بتاعتنا، وانا بقول عليها اقتصادية لما اكون عاملة 4 طواجن، والله 3 بلاش الرابع مش هحسبه لو انه يعمل 50 جنيه. بتكلفة قليلة جدا زي ما حسبتها لكم، وتقدروا انتوا كمان تقللوا التكلفة اكتر. يبقى انا فعلا بوفر. لا لما اولادي بالليل يطلبوا عشاء واعمل لهم الكمية دي كلها ب50 جنيه مثلا، لو انا صرفت 50 جنيه يبقى انا كده
وفرت حاجه ب 500 جنيه اهي، اقل حاجه والله العظيم اقل حاجه. طيب والطعم حكايه وهيعجبك، التزمي بالمقادير، التزمي بالطريقه عشان ما يبانش فيه اي طعم زي ما انا قلت لك. واستنوني دايما في وصفه جديده اوفر لكم فيها واعمل لكم اكل حلو باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.